تخيل انت لاعب كرة قدم يعلن العالم وفاته في حادث مروع، وبعد اسابيع قليلة يظهر في المونديال ويسجل هدف تاريخي. اعمل لايك ومتابعة وتابع معنا القصة للاخر. هذا مش فيلم رعب، هذه قصة حقيقية عاشتها الجماهير في مونديال امريكا 1994. قبل البطولة انتشر خبر صادم في الاعلام العالمي: النجم البلغاري يوردان ليتشكوف توفي في حادث سيارة مرعب. الصدمة حلت على الجميع وبلغاريا بأكملها حزنت على نجمها، لكن المفاجأة اللي شلت عقول الناس الكل، خبر كان إشاعة واللاعب سافر مع منتخب بلده لأمريكا في مونديال 1994، وفي ربع النهائي ضد حامل اللقب ألمانيا ليتشكوف طار في الهواء وسجل هدف مثل الشبح وغدر بالماكينات الألمانية وأقصاهم من المونديال. العالم الكل انصدم، كيفاش لاعب أعلن وفاته يرجع ويهز شباك أبطال العالم ويقصيهم من كأس العالم. فعلا أغرب من الخيال في المونديال. وتابعني للحلقة القادمة شباب، وما تنسوش اللايك والفولو، وإلى اللقاء.